صدقي صبحي يبحث مع رئيس المخابرات العسكرية السودانية الخلافات حول حلايب وسد النهضة. مطلوب مني ما اطولش عشان الوقت، بس البتاع ده العنوان ده عايز حلقة لوحده. صدقي صبحي شايف وانا في فيديو من كام يوم بيسقف للسيسي، كنت بحكي لزمايلي التشبيه ده يعني زي شدادين السوكسي في المسرح، اللي بيقعد ايه النجم يقول الجملة فشداد السوكسي ده يقعد في كرسي كده ويسحب التسقيفه الاولانيه فالناس كلها تسقف وراه، او يسحب الضحكه الاولانيه ها ها فالناس كلها تضحك وراه. لان زي بيقولوا في نظريه العرض المسرحي الضحك والبكا والتسقيف في المسرح عدوى. دي نظريه يعني ليها علم يعني. صدقي صبحي بقاله كتير قوي الحقيقه عامل مشكله كده. المهم انه رايح حلايب، رايح يتفق مع السودان على حلايب وشلاتين. السؤال بس يعني قبل ما نعدي القصه دي، السؤال طب يا عمي السودان واثيوبيا ومصر دول طرفي النزاع في الازمه بتاعت سد النهضه. طب السودان مستفيده من سد النهضه، تيجي معاك ليه؟ انت عايز السودان معاك في ايه؟ والسودان عملت القصه دي على فكره، قالت كده كتير، قالت ان احنا سد النهضه مش بيضرنا بالعكس بينفعنا. وتقريبا السودان يعني قلبها مع مصر بس جيبها مع اثيوبيا. انت رايح بقى تتفاوض معايا يا سيدي صبحي. انا عندي سؤال هيجنني، طب هو سيدي صبحي يتفاوض بمناسبه ايه؟ ده وزير دفاع. على ما تبعت الراجل ابو وش كبير بيلبس له لبس لوحده ده، وشه طالع له رجلين، اسمه سامح شكري، ده اللي يتفاوض. انما وزير الدفاع يتفاوض بمناسبه ايه؟ هو رايح يعلن الحرب على السودان؟ هو رايح يهدد السودان؟ وزير الدفاع يتفاوض على سد النهضه وحلايب بمناسبه ايه؟ اللي يتفاوض وزير الخارجيه او الاخ اللي جاي مع خطيبته اسمه ايه رئيس الوزراء شريف اسماعيل. انما صدقي صبحي هيروح يكلم السودانيين عن ايه؟ طيب وبعدين هتكلمهم على سد النهضه؟ السودان ليها مصلحه في سد النهضه. حلايب يبقى بس السؤال، هل هنصحى في يوم من الايام؟ وخلي السؤال عندك ارجوك، لانه ربما يتحقق، ربما. هل هنصحى في يوم من الايام نلاقي حلايب زي ما قال مصطفى بكري باتفاقيه سريه راحت للسودان عشان السودان تساعدنا في التفاوض مع اثيوبيا؟ ربما ممكن. تعالوا نطلع فاصل دلوقتي ونكمل قالوا وبين السطور، عشان بس انا تعبت ويشيل عني شويه الكاتب الصحفي الصديق سامي كمال الدين. احمد ابو هشيمه، والله اللي تحبه انا معاك، اللي احبه. طيب ناخد قالوا مع سامي علشان ناخد برضو اراءه في قالوا، ونبدا مع سامي يقول لنا ايه ابعاد بيع او شراء احمد ابو هشيمه لاون تي في لدرجه ان القرموطي طالع دلوقتي في القناه يعني جاله تقريبا ايه؟ لابس ايه؟ طربوش ولا لابس ايه؟ ده بيقولوا لي طالع، لا انا ما شفتش الصوره بس لازم يلبس حاجه. صح؟ طبعا. تفتكر لبس ايه؟ يعني ممكن استعين بحاجه من عند هيفاء وهبي او من عند احمد ابو هشيمه. ممكن. عند احمد ابو هشيمه ايه؟ لا بدله يعني طبعا قصدك يعني، وقلم حبر من الاقلام الغاليه اللي عنده. طيب. مصنع الحديد عنده خوازيق. طيب ما اعرفش طب يقول ايه، بس على كل حال نبدا قالوا كده. ناخد اول حاجه في قالوا. صدقي صبحي وزير الدفاع الانقلاب بيقول يجب ان يكون لنا رؤيه واحده للمشهد داخل وخارج مصر للحفاظ على الترابط والتماسك في الداخل والخارج. نحن داخل القوات المسلحه على قلب رجل واحد، نمتلك ثقه كبيره في قرارات القياده السياسيه ونقف خلفها وخلف مؤسسات الدوله. انا ما بحبش السرقه، بس في واحد صاحبي صديقنا في البرنامج زميلنا يعني له تفسير رائع جدا للجمله دي. له تفسير ان صدقي صبحي عايز دايما يطلع يقول والله العظيم ما بعمل حاجه، والله العظيم انا ما بخونش السيسي، يعني كانه طول الوقت عنده حد بيقول له في ودنه انت بتخون السيسي، فيصحى الصبح يقول والله العظيم وانا امتلك ثقه كبيره وانا مش عارف نعمل ايه. رجل بلا طموح وبلا شخصيه، وهو ايضا ليس قائد عسكري عشان نبقى مرتاحين. لانه يقول لي شاور لي كده ايه الحروب اللي داخلها صدقي صبحي؟ ده ايه الحروب اصلا داخلها السيسي؟ عشان كده ده تفسير انا مايل ليه. سامي تفسيرك ايه للجمله دي؟ هو انا تفسير ان هو والسيسي مع بعض في كل حاجه، في القتل، في السرقه، في الانقلاب، هم شركاء في كل حاجه تمت في مصر. وهو طبعا رجل بلا سقف للطموح، ملوش طموح. السيسي برضه ملوش طموح، يعني السيسي كان طموحه احلام،
يعني فاهمني، حصلت اجواء معينه حققت طموحه، السيف والساعه الاوميجا والسيف المكتوب عليه اللي هو الدم الاحمر اللي هو قتل الناس في مذبحه رابعه. فهو السيسي برضه يعني كان بيحلم فقط، ما كانش يتوقع ان احلامه تتحقق بالسرعه دي، ويتخلص من الرئيس مرسي ويتخلص من الدكتور البرادعي ويتخلص من الامريكان ويقعد هو واسرائيل في الليله ويوصل للمرحله دي. لكن صدقي ملوش طموح. ملوش طموح زي السيسي في بس ليه دايما يطلع يقول وهنحقق ويقعد يسقف في عنده قلق طبعا، لان طوال الوقت، لان السيسي وزير الدفاع انقلب على الرئيس. فهو القلق من هنا. الماده اللي كانت محطوطه في تحسين الدستور لوزير الدفاع، السيسي كان حاططها لنفسه مش لصدق صبحي. ايوه. فحصلت الاجواء والتغيرات دي، وصل السيسي رئيس، فصدق صبحي عنده الحصانه دي، خلاف كمان ان وزير الدفاع انقلب على الرئيس، فهو قلقان. طبعا السيسي مش قلقان منه بالمناسبه. ليه بقى؟ لانه ده واحد من رجالته، من عياله، يعني من صبيانه اللي معاه. مش ده اللي يصنع التغيير، يعني مش ده المشير احمد اسماعيل، او مش ده مثلا الشاذلي، يعني مش ده الشخصيه، مش ده حتى عبد الحكيم عامر. يعني عبد الناصر مع التحفظ، انا اتحفظ على المشير اسماعيل، لان المشير احمد اسماعيل انت قلت احمد اسماعيل كان شخصيه برضو تعبانه. طيب من حقه يعني عبد الناصر بحضوره ده كله اللي السيسي ما يجيش 1% منه، ممكن يقلق من عبد الحكيم عامر، لان عبد الحكيم عامر كان شخصيه وكان بيقود مصر، يعني كان بيلعب دور كبير جدا في قياده مصر، سواء القياده النهاريه او القياده المسائيه. فطبيعي طبعا انه يقلق، لكن السيسي يقلق من ده ليه؟ طيب اللي بعده، خليل عناني أستاذ العلوم السياسية بيقول لا توجد مفارقة أكثر من قيام سلطة عسكرية تدعي حماية التراب الوطني بحبس شباب آمنوا بهذا الادعاء وخرجوا للدفاع عنه، ملعونة وطنيتكم الكاذبة. تعليقك يا سامي؟ اتفق معه جدا طبعا، لأن كل الحاجات اللي قالها السيسي أو قالوها النظام ده اللي موجود كلها مجموعة من الأكاذيب، حزمة أكاذيب بيخدعوا بها الشعب المصري. هم بيقولوا حاجات وبيطبقوا حاجة تانية خالص، وبالتالي اتفق معهم في انه ملعونه وطنيه. طبعا. طيب وانا كمان بتفق مع الاستاذ خليل عناني وبتفق مع سامي كمال الدين. اللي بعده، جمال الجمل كاتب صحفي: الى الشباب المحبوسين بتهمه الدفاع عن الارض، انا محبوس معكم، سجانكم سجاني، سارق حريتكم هو لص حريتي، عار علي يا وطني ان اقبل بنظام باطش يسجن أنبل وأخلص من فيك. اتفق معاه تماما طبعا، وأزيد عليه في ذكرى النكبة النهاردة، إني مش عارف إزاي ضباط الجيش المصري قابلين إن الأرض والعرض بيتباعوا بالطريقة دي، وبتتسلم مصر لإسرائيل وبتتباع تيران صنافير بالطريقة دي، وفي قبض، وفي القيادات أو الجنرالات قابضين طبعا على بيع الوطن وبيع الأرض. وأعتقد إن أي ضابط أو جندي أو رتبة في الجيش المصري يصمت على بيع الوطن أو بيع الأرض المصرية فهو خائن. اللي بعد الأستاذ جمال، خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين: عمر اللي خرج ضد ظلم وجبروت وديكتاتورية سلطة، وكمان في فضيحة تخلي عن أرض لا ينتظر منها عدل، هو خرج يجيب العدل الضايع أصلا. مظبوط كده أنا بقرأها صح يا سامي؟ تمام. تعليقك؟ بس في حرف اس عشان اسمي حاطينه في طيب ممكن يعني لو هم ممكن نطلع الشباب، يعني لو السيسي يحب يعني نودي علم السعوديه للشباب يشيلوه عشان يطلعهم من السجن، ممكن يعملوا كده. أيها الأحرار في الوطن العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 68 سنة عدت ولسه ما نسيناش البيوت والشوارع والبساتين، ما نسيناش عكا وطبرية ويافا وحيفا، ما نسيناش النصرة وبيسان والرملة واللد وعسقلان، ما نسيناش شفا عمرو وبير سبع والنقب. 68 سنة ولسه شايلين مفاتيح البيوت لحد النهارده، ودماء شهدانا في مجازر دير ياسين والقدس والسرايا وحيفا وشارع عباس والحسينية واللاجون وبيت دارس والطيرة وغيرها من القرى والمدن في كل فلسطين. لسه دماء الشهداء بتنور طريق العودة، لسه اليقين مالي قلوبنا ان النصر جاي ان شاء الله جاي، وان الاقصى مستنينا الاقصى عشان ننور اناديله، وان الحجر والشجر
مشتاق للعائدين عشان يحقق بشرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لنا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. لسه الإمام في الصلاة الفجر بيرتل سورة الإسراء، وكأنه بيقول لي اوعى تيأس، طول ما الكتاب موجود يبقى اليقين موجود. 68 سنة ولسه فلسطين هي قضيتنا الأولى وقضية كل عربي ومسلم. 68 سنة ولسه فلسطين هي هتاف الشباب في الجزائر وحلم الأطفال في تونس والمغرب وليبيا. 68 سنة ولسه فلسطين هي وجع الأحرار في مصر وليبيا وسوريا والعراق. 68 سنة وفلسطين نغم الصبايا في لبنان والكويت والإمارات ودعاء الأئمة في مكة والمدينة. 68 سنة ولسه فلسطين أمل للمسلمين في كل حتة في العالم، في باكستان وأندونيسيا. 68 سنة ولسه فلسطين بتلهم الأحرار في العالم وبتوحدهم ضد العنصرية والظلم والقهر. 68 سنة ولسه فلسطين قادرة توحد مسلمين ومسيحيين الدنيا عشان ندافع عن مقدساتنا المغتصبة في الأقصى وكنيسة القيامة. 68 سنة وفلسطين الحرة هي حلم كل فلسطيني متغرب أو مغترب. 68 سنة فلسطين هي غزل السنين الطويلة، توب أمل بيلبسوا يوم كل يوم الأحرار، وبيلبسنا الفرح أو بيبشرنا بالفرح القريب لما ترجع فلسطين. أما اليهود والخونة والصهاينة من حكام المسلمين زي السيسي وبشار فما لهمش عندنا غير كلمات الرائع محمود درويش، وهو بيقول لهم أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء الراقص وانصرفوا، وعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، لكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من ذكريات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة.